السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني قد الدنيا كلها. النهاردة بقى ايه؟ فيديو جديد وروتين جديد كده، تنظيف البيت. يعني عايزة اقول لكم بقى ايه، النهاردة اليوم كله مليان حماس كده ومليان نشاط، والفيديو معايا للاخر عشان تستفيدوا منه. وانتوا وحشتوني جدا جدا جدا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش يا حبايب قلبي، هتلاقوا فيه فيديوهات كتير اوي في الانتساب. يا ريت تشتركوا بقى ايه في الانتساب. عندكم اكتر من مستوى تقدروا ان انتوا تشتركوا فيه، وان شاء الله هتلاقوا فيديوهات تعجبكم. ولو في اي ملحوظة ولا في اي حاجة يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. اتمنى بس كده ايه الفيديو يعجبكم، كملوا معايا كده للاخر. دي تنظيفات رمضان وتنظيفات قبل الفطار، والحمد لله صوتي بقى احسن من الاول. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يقدرني واعمل لكم فيديوهات كتير من اللي انتوا بتحبوها اول باول. فيديو النهارده كده ايه مليء بالنشاط والحيويه. يا رب كده تقوموا وتتشجعوا معايا وتشوفوا ايه اللي وراكم. عايزه اقول لكم ان اول كام يوم كده في رمضان الواحد كان تعبان وكان كسلان. طبعا هو باين على صوت شويه ان انا عندي دور برد، يعني ربنا ما يكتبه على حد. شكلها كانت كورونا ولا ايه، مش عارفه الصراحه، بس يعني طول الدور هو كان مطول معايا. بس الحمد لله ببتدي ان انا ايه افوق منه واحده واحده. وانا بشكر كل الناس اللي بتسأل عليا، بتكتب لي في الكومنتات، بتكتب لي في كل حتة. مستنيين فيديوهاتي بجد، والله العظيم كلامكم ده على راسي، وكلامكم وحبكم ليا هو اللي بيحمسني. ومليون شكر ومليار شكر لكل المنتسبين عندي في القناة، والناس اللي هي بتحاول تنتسب. الانتساب يا جماعة مش بيكون من على الايفون، الانتساب بيكون من على جهاز كمبيوتر او اندرويد. ده الانتساب. زي ما قلت لكم كده ايه، قبل الفطار الواحد بيكون يعني ايه بتحس بخمول كام اول يوم في رمضان والحاجات دي كلها. بس الحمد لله يعني الواحد ما بيسيبش نفسه للخمول وللكسل والحاجات دي كلها. بيبتدي ان هو ايه ينشط نفسه ويتحمس وكده يعني. شهر رمضان طبعا يعني شهر الخير وشهر البركة، وكل سنة وانتوا طيبين. وقولوا لي انتوا طقوسكم ايه بقى في رمضان؟ بتعملوا ايه في رمضان؟ بتقضوا يومكم ازاي في رمضان وكده؟ وعملتوا بتتفرجوا على ايه في مسلسلات رمضان؟ يومكم بيكون ماشي ازاي؟ بتتسحروا برا ولا في البيت؟ ويا ريت اللي بيتابعوني من الدول العربية، اول حاجة طبعا اقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وبمليون خير. بحب اعرف يعني طقوسكم بتكون ماشية ازاي، يومكم بيكون ماشي ازاي في رمضان وكده يعني. انا بحب اشارك معاكم كل حاجة وبحب اعرف اخباركم. وان شاء الله هطلع بس مباشر ونفضل بقى نتكلم كده مع بعض. انا بحبكم كلكم والله العظيم، بحس ان انتوا يعني بيتي الكبير وعيلتي، ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا. ونكبر كده ونوصل ل100,000 ومليون كمان. اوصل بفضل ربنا وفضلكم. انا بس عارفة ان انا يعني مش كسولة والله في موضوع الفيديوهات ولا حاجة. بس هو بتبقى شوية ظروف على شوية تعب وكده، هو دول يعني اللي بيأخروني عنكم شوية، مش اكتر الصراحة. بس انا ما اقدرش، انا عن نفسي والله ما اقدر ابعد عنكم ابدا ابدا يا حبايب قلبي. انا بحبكم جدا جدا جدا. فاهم حاجة طبعا الجو النهاردة بقى ايه، كان ساقعة جدا، كان هوا. اهم حاجة بصوا بقى التراب كده فتحت الشبابيك. عايزة اقول لكم ان دي اصلا عاملاها امبارح، انتوا متخيلين؟ بس كمية تراب بقى وعلى الشبابيك، وعلى الحيطان وعلى الستاير من الهوا. فالحاجات دي ايه لازم ان هي تتعمل اول باول. لان الفواتح اللي هي بتاعت الحيطان بيبان فيها التراب والبقع والحاجات دي كلها. فلازم ان هي ايه تتعمل اول باول كده زي ما انتم شايفين، بس لازم تتعمل بفوطة نظيفة. فوطة انتوا يعني مش اللي هي فوطة شخصية بتاعتكم، لا، دي تخصصوها للحاجات اللي هي ايه بتاعت البيت. بس اهم حاجة ان هي تكون نظيفة
وتشوفوا بقى ايه ترتبوا بقى كل حاجة كده، بحيث ان انتوا يعني بتخلصوا مثلا، بتبتدوا بقى في الشقة، وبعد كده ايه بتشوفوا اللي وراكم من الاكل والحاجات دي كلها. وعشان تيجوا كمان بعد الفطار بيكون قدامكم يعني حاجات بسيطة تعملوها، مش حاجات كتير. فاهمين قصدي؟ ما تتعبوش يعني. ونصيحتي ليكم والله العظيم على الفطار، ما تقلوش في الفطار، اللي هو ايه تاكلوا حاجة بسيطة كده، وبعد كده ان انتوا تبدأوا بقى ايه تفطروا بعدها بنص ساعة ولا ساعة فطاركم الطبيعي. يعني شوية مية، تمراية، الحاجات دي كلها، شوربة، حاجات كده ايه خفيفة عن المعدة، عشان ما تتعبكوش بعد كده. انا عن نفسي بعمل كده والله. ورمضان ده بقى اللي عايز يخس، والله العظيم اللي عايز يخس بيخس في رمضان. يعني دي عن تجربة، مش تجربتي انا بس، يعني ناس كتير صراحة يعني. فزي ما انتم شايفين كده بقى الشقة متكركبة. انا عايزة اقول لكم ان هي يعني شبه يوميا، بس دي الريسبشن ده الصراحة ما اتعملش بقالي يومين. فالواحد كان حاسس كده ايه بخنقة، ان ازاي يعني يسيب بيته كده مش نضيف. فالتعب والله مش اكتر. وطبعا زي ما قلت لكم عشان احنا بنفتح الشبابيك وكده، فالتراب بقى تحس ان هو مالي الدنيا. بس والله يعني بيتعملوا على طول. الواحد برضو لما بيحس ان هو بينفض كده في بيته وبيرتب دنيته، بحس بسعادة، شعور حلو جدا. ان يعني البيت ده مملكتك. اي حد ممكن يجيلك على غفلة. انت نفسك كده ايه لما تقعدي وتحسي بقى ايه براحة وبنظافة، تحسي بامان، وتحسي ان الدنيا هادية. شعور بصراحة انا كنتش يعني مش حاسة بيه قبل كده، مش متعودة عليه قبل كده. بس انت لما تعملي كل حاجة كده بايدك، تحافظي على حاجتك، بتشيلي حتى التراباية، فبتحس كده ايه ان انت مبسوطة من جواكي. فانا نصيحتي والله العظيم بجد لكل الناس، ما تستسلموش للخمول وللكسل يا جماعة. بلاش كسل وبلاش خمول، ان ده هو ده بيدمر البني ادم. انا عايزه اقول لكم ان انا في الفتره اللي انا كنت تعبانه فيها اصلا، آه يعني الواحد نايم حاسس ان هو ايه، لا التعب بيزيد عليه. انما كده ايه لما يستعين بالله ويقوم واحدة واحدة، شوف ايه اللي وراه ويظبط دنيته. حتى لو هتنزلوا مثلا تجيبوا حاجة من تحت، يعني ما ترهقوش نفسكم مرة واحدة، وما تسيبوش نفسكم للتعب ولا للخمول. انزلوا ايه واحدة واحدة كده ايه. وكمان اصحوا بدري علشان الطاقة، وعلشان الشمس تدخل لكم، يبقى عندكم فيتامين دي. حلو جدا كمان لمناعتكم وللصحة بتاعتكم. واعملوا كل حاجة يعني واحدة واحدة، مش لازم يعني كل حاجة مرة واحدة. كل واحد برضو على حسب مقدرته وحسب ظروفه. وزي ما قلت لكم والله العظيم قبل كده، وبقولها في كل فيديو، ان البيت النظيف اللي مترتب اللي ريحته حلوة والله ما بيكونش بأي حاجة غالية خالص. يعني بصوا، فوطة نظيفة، فوطة بسيطة، وعملت بقى حاجات كتير قوي. والدنيا هي بصوا زي ما انتم شايفين، الحتة دي انا كنت ايه عاملاها، وقريتها لكم في فيديو قبل كده. بصوا بقى ايه وعملتها تاني. بصوا بقى ايه مترتبة ازاي ونضيفة. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده، انا عايزة اصلا اغير السجاد ده، مش بتاعها، بس يعني هو واحدة واحدة ابتدي اللي انا اظبط الدنيا واحدة واحدة. اغير السجاد ده ايه مش بتاعها. والانتريه ده عايزة برضو ايه اللي انا اظبطه، الكسوة بتاعته. عايزة اجيب هنا ترابيزة تلفزيون، ترابيزة سوق، يعني عايزة اجيب بصراحة كذا حاجة. بس انا الواحد بيقول ايه يعني بيظبط الدنيا واحدة واحدة برضو. والدنيا هتتظبط بإذن الله. اهم حاجة يا احباب قلبي، علشان والله العظيم بجد ده اللي بيخليني اللي انا اتحمس اكتر واكتر، ان انتوا تعملوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة. والله العظيم الحاجات دي بتساعدني جدا وبتفرق معايا بجد. وان انتوا كمان تشتركوا في الانتساب، والله العظيم هيفرق معايا جدا جدا جدا.
موضوع الانتساب، انتوا تشتركوا في الانتساب. بس واكتبوا لي برضو انتوا حابين تشوفوا فيديوهات ايه الفترة الجاية، بحيث ان انا ايه اعملها لكم كده وازود في الفيديوهات، وانزل لكم برضو فيديوهات غسيل السجاد واللي هي قبل العيد والحاجات دي كلها، انزلها لكم برضو ايه في الانتساب، انزل لكم فيديوهات هنا وفيديوهات هنا، بحيث ان انا ايه ما اقصرش برضو مع المتابعين حبايب قلبي فوق راسي، ولا حبايب قلبي ربنا يخليهم لي يا رب، ما تحرمش منهم المنتسبين عندي في القناة. انا مش عايزة اقصر مع اي حد نهائي يعني. ونفسي والله العظيم منى عيني اعمل لكم بدل فيديو 2 في اليوم و3 كمان. انا مشكلتي بس ايه الظروف اللي كانت عندي والتعب، وكمان الفيديوهات الطويلة بفضل بقى اتكلم فيها كتير فبترهقني، وكمان لما بحط موسيقى فما ما بي ال- الاعلانات على الفيديو، يعني ما بيجيش اعلانات على الفيديو عشان الموسيقى. بس بقى يا جماعة، شوفوا بقى انتوا ايه حابين تشوفوا ايه الفترة الجاية، وانا بإذن الله كده ايه اعملها لكم. اكتبوا لي تحت حابين تشوفوا يعني حابين اعمل لكم فيديوهات ايه، اللي هي الفيديوهات بتاعت العيد. يعني قولوا لي كده افكار، يعني يعني ايه اشتركوا معايا في موضوع الفيديوهات دي، فيديوهات العيد. انا كده كده ايه همسك السجاد ده كله كده ايه هنكته وهغسله، مش هوديه بقى ايه المغسله، لا انا هغسله على ايدي، وهعمل لكم فيديوهات، وهعمل برضو حاجات كتير. فانتوا ايه قولولي برضو انتوا افكاركم ايه، يعني شاركوني كده بالافكار، انتوا حابين تشوفوا فيديوهات ايه الفترة الجاية، بحيث ان انا ايه اعملها لكم. حابين برضو فلوجات، اعمل لكم فلوجات، والله انا نفسي انزل واعمل فلوجات فعلا، اوريكم الاسعار اللي بقت نهار. وعايزة كمان اعمل لكم فيديوهات اللي هي ايه طريقة عمل كذا وطريقة عمل كذا والحاجات والوصفات، لان في ناس كتير برضو طلبت مني الوصفات، عايزة اعملها كده ايه واصورها لكم. اللي بيضايقني كمان فكرة الهاموش، يا خرابي دي كنت عايزة اتكلم معاكم فيها. انا مش لاقي حل بصراحة موضوع الهاموش، جبت يعني بص حاجات كتير قوي لموضوع الهاموش، وبرضو الهاموش بيزيد. مش عارفة لو حد عنده حل يا ريت يقولي ايه علاج الهاموش ده يا جماعة، عايز يتعمل كله يعني. وان شاء الله كده اوعدكم باذن الله ان الفيديو هيكون احسن من اللي قبله بكتير، كل فيديو هيكون احسن من اللي قبله. والله العظيم دعمكم وسؤالكم عني هو ده اللي بيحمسني وبيحفزني ان انا ايه اعمل الحاجة اول باول، واعمل لكم فيديوهات كمان، واصور لكم فيديوهات واللي انتوا بتحبوها. وان شاء الله كده باذن الله اكون عند حسن ظنكم. بصوا بقى ايه، جبت بقى فوطة تانية كده ايه مبلولة حتة صغيرة كده، بس دعكتها ببريل كده ودي طول، وبقيت ايه في الاماكن المتسخة كده اللي هي في السقف كده، في بيت النور ده بتاع السقف، كان في اماكن كده ايه يعني فيها تراب فيها طينة فالحاجات دي كلها، فالحاجات دي كلها بقى ايه بتتنضف كده ايه، ولما بتتنضف كمان بتظهر شكلها بيظهر كده ايه وبتنور وبتخلي بقى ايه يعني والله العظيم بجد الحاجات دي ما تسيبوهاش يا جماعة، لان هي لما بتسيبوها وتكسروا عليها بتتراكم، فما تسيبوهاش خالص يعني. بتبان جدا 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 في نظافة المكان، وبتبين ان ايه صاحبة البيت دي انسانة نظيفة، يعني ان هي ما بتسيبش ايه فتفوتة كده ايه مش نظيفة. وانتي كمان بنفسك يعني بتحسي براحة نفسية رهيبة. النظافة من الإيمان يا جماعة، والله العظيم النظافة من الإيمان. وزي ما قلت لكم قبل كده هي ولا بتكون يعني ما تقوليش اصلا انا ما بعملش ده، اصل فلانة انا شفت فيديو بتاع فلانة
وبتجيب بقى ايه منظفات غالية وحاجات ومعطرات مش عارفة ايه، والحاجات دي غالية وبتاع. والله العظيم ابدا. انا بقول لكم اهو، بصوا انا عندي الحاجات اللي انتوا بتقولوا عليها دي، بس انا يبقى اوريكم اهي. بصوا فوطة ونضفت الدنيا كلها وخليت الدنيا كلها بتبرق. فما تبصوش لحد، بامكانياتكم والله العظيم يا جماعة. بأقل اقل الامكانيات، ونعمل كل حاجة كده ايه مع بعض. فاتمنى يكون الفيديو كده عجبكم. ما تنسوش بقى زي ما قلت لكم يا جماعة، تشتركوا في الانتساب، بالشرف ليا، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة. وانتظروني بقى إيه فيديوهات كتير، فيديوهات تنظيفات رمضان وتنظيفات العيد. بحبكم كلكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم. وادعولي بقى اللي انا ايه اخف كده. بموت فيكم. كل سنة وانتم طيبين.